شو اللي قاعد يصير بفرنسا؟ شرارة الاحداث هذه اللي قاعد تصير كلها بدأت بقصة شاب جزائري عمره 17 سنة ينقال له نائل الله يرحمه كان مأجر سيارة وقاعد يسوق حاله حال نفسه وعدى على نقطة تفتيش ورفض انه يوقف. الشرطي الفرنسي اللي كان واقف بالتفتيش قال هذا الياهل مسلم يهيتني ويمشي كذي. الشرطي الفرنسي سوى راح الحقه ورماه بصدره. ومن هني بدأت الاحداث تصير، واللي زاد الطين بلة اهل الشرطي. شنو قالوا ان نائل كان بيدعم الشرطي فعشان كذي الشرطي راح رماه. لا والله، بس سبحان الله بعد ساعات من الكلام اللي قالوه طلع تسجيل فيديو من الكاميرات اللي بالشارع بينت السالفه من الى. المهم عاد الحين الكل قايم على فرنسا ونازلين مظاهرات وتكسير وسوالف احتجاجا على السالفه اللي صارت. وطبعا انا ما في شيء يطوفني، جبت لكم مراسل فرنسا الحين بيوريكم ايش قاعد يصير. والله يا جماعه كان في فرنسا وما كل العافيه والوضع وايد عادي، هم هني وايد متعودين على المظاهرات واللويه والمشاكل والدندره. يعني امس قاعدين احنا قاعد ناكل قدامنا قاعد يكسرون ابل ستور والوضع طبيعي والحياه ماشيه وسالكه. وقبلها باريس كان في قنبله داخل محطه القطار وحرفيا شرطه ولويا وصراخ 10 دقائق بعد المحلات تفتح والناس طبيعيه والحركه عاديه. فهم هني متعودين على المشاكل واللويا والمظاهرات، وايد طبيعي عندهم الوضع. وكان ماكو شيء، كان الناس هذا قاري وهذا يعني كل شيء تمام. انا ما ادري اصدقه هو ولا اصدق الفيديوهات حرق وتكسير وما شنو، هو يقول ما في شيء وبكذي عرفنا.